هما الاوائل بداوا السنه ازاي عشان يطلعوا اوائل؟ بسال السؤال ده لاني كنت مكانك من 3 سنين، كان حلمي اني اطلع من الاوائل، لدرجه ان الحمد لله قدرت فعلا اطلع من اوائل مدرستي في ثالثه ثانوي. بس كنت لسه برضو عايز اعرف ازاي اطلع من اوائل الجمهوريه. قعدت اسمع لقاءاتهم وعرفت منهم اكتر لغايه ما اختي دخلت ثالثه ثانوي دفعه 2025. قررت اني اطبق عليها كل اللي عرفته واتعلمته، الحمد لله قدرت ان هي تطلع من اوائل محافظه الشرقيه. وانا النهارده جاي اعرفك 3 اسرار عملتها انا واختي قدروا يوصلونا للانجازات دي، وفي اخر الفيديو اعرفك ايه السر اللي انا ما عملتهوش علشان عرفته بعد ما سمعت كل لقاءات اوائل الجمهوريه، ولو كنت عملته كان زماني طلعت منها. نبدا قصتنا بسؤال مهم جدا، هو ايه اصلا اللي خلاني عايز اطلع من اوائل الجمهوريه؟ طيب قبل ما نبدا في الفيديو، انا يعني من التطويرات اللي جايه في دماغي اللي عايز اطور بيها المحتوى، عايز احط حاجه برضو ايه اللي هو تكسر الملل كده، مش فيديوهات نصايح عاديه او فيديوهات ثالثه ثانوي عادي او. فقلت طب ما نعمل حاجه كده، دي الفكره اللي جت في دماغي. لو في فكره في دماغك احسن اكتبها لي في الكومنتات وانا هقرا الكومنتات كلها ان شاء الله. الفكره اللي جت في دماغي في اللحظه اللي انا بصور فيها الفيديو ده، اللي خلاص بادئ اصور اهو، وصلنا على قناه اليوتيوب 81071 مشترك. هنشوف على اخر لحظه بصور فيها الفيديو ده هنكون وصلنا كام. الموضوع بدا لما كنت في اولى ثانوي، وقتها كنت زي اي حد في سني، اللي هو صوتك بدا يدخن خلاص وبدات تحس انك كبرت. ودايما اي حد بيخش اولى ثانوي بيبقى داخل كده وبياخد ختم ايه اللي هو انت معاك شله اصدقاء سوء لازم عارفها انت اكيد. بس اقدر اقول ان من حسن حظي وقتها ومن حب ربنا ليا يعني حصل ما بيننا مشكله كبيره جدا نتج عنها ان علاقه الصداقه اللي كانت ما بيننا دي مش هقول اتقلبت لعداوه، بس تقدر تقول عليها ان هو مثلا لو حصل لنا حاجه وحشه او فشل هم يكونوا شمتانين فيا. وعشان برضو تفهم حجم المعاناه اللي انا كنت فيه وقتها، فاللي هو حابب اقول لك انا كنت فضلت اتعافى من الموقف اللي حصل ما بيننا ده سنه كامله، يعني سنه ثانيه ثانوي كامله كنت فضلت اتعافى، لدرجه ان انا لحد دلوقتي لسه عندي بعض المشاكل في التواصل. لو حد قابلني على الحقيقه ممكن ياخد باله من ده، انا مش بتكلم بسهوله بسبب المواقف اللي حصلت معايا وقتها. لكن بقى بالرغم من كل اللي انا بقوله لك ده، حسيت ان ربنا بدا يوجهني بعد ما جالي بقى اكتئاب وقعدت سنه كامله اللي هو في اوحش تقريبا سنه في حياتي لحد دلوقتي. بدات احاول اني ادخل اي حاجه جديده لدماغي، اللي هو حاجه انا لسه ما اعرفش عنها اي حاجه، بحيث ان هي بس تشغل دماغي كده، واللي هو اطلع من المود المقرف اللي انا فيه ده. لان وقتها كانت فتره كورونا وانا كمان كنت في السعوديه، فاللي هو انت عندك حظر 24 ساعه حرفيا. ما لقيتش بقى غير يوتيوب يكون هو المنفذ الوحيد ليا على العالم كله، لكني ما كنتش اعرف انه هيغير تفكيري 180 درجه. ده بقى لاني كان اول مره في حياتي ابدا اسمع قصه نجاح لشخص كان عادي حط لنفسه حلم كبير جدا وقدر يحققه. كنت بقى طول النهار والليل قاعد اسمع كميه قصص من دي رهيبه لحد ما وصلت لاخر ثانيه ثانوي. كل دماغي وقتها كانت تحفيز ونجاح واحلام. جت في دماغي وقتها فكره من كتر الرغبه والطموح اللي كان جوايا، قلت انا لازم احقق حاجه اخلي كل اللي باعوني يندموا ان هم خسروا. وقتها بقى كنا نازلين انا واهلي من السعوديه عشان ثالثه ثانوي، فقلت خلاص انا هحط هدف اني اطلع من اوائل الجمهوريه الا ما اكون اول الجمهوريه نفسها، لحد ما فعلا بدات ثالثه ثانوي. وفي اللحظه دي بدات اتحول من مرحله السماع لمرحله التنفيذ. قبل ما نتكلم عن رحله المعاناه خليني اسالك سؤال مهم جدا، هل تفتكر ان من سهل على طالب امتحن ثانيه ثانوي في البيت واولى ثانوي كانت ابحاث ينزل يتنافس مع الطلبه على طاوله السناتر ويطلع عليهم كمان من الاوائل؟ انا عن نفسي كنت متاكد جدا انها تكون صعبه، بس ما تخيلتش انها تكون لدرجه ان يوم 15/8 او 16/8 وصلت مصر هنا الساعه 1 بالليل، الساعه 6 الصبح كنت واصل الزقازيق، الساعة 7 كنت في درس كيمياء. أول ما دخلت السنتر فاكر المنظر اللي كان أول مرة في حياتي كلها أشوفه. إيه الزحمة الغريبة دي وإيه كمية الطلبة دي يا جدعان، وإيه الحر ده أصلا؟ لا في تكييفات ولا مراوح ولا أي حاجة. بس دي بصراحة ما كانتش المشكلة بالنسبة لي، المشكلة الحقيقية ظهرت لما امتحنت أول امتحان شامل وبنت الدرجة بتاعته ونقصت وقتها 20 درجة كاملين. بصيت للورقة كده وقلت لا مستحيل حرفيا كده أطلع من أول الجمهورية. حسيت بكمية إحباط مش طبيعية. طبعا ما رضيتش ان انا اعرف اهلي الا بقى لو هم شافوا الفيديو ده فهم كده عرفوا يعني. لكن وقتها بقى جت فايده الفيديوهات التحفيزيه اللي انا كنت بشوفها، لاني بدات افكر واقول لنفسي ايوه ما هو عشان الصعوبات والعقبات اللي الدفعه كلها بتشوفها دي، مش انت لوحدك بس، 10% من الدفعه بس هم اللي هيجيبوا مجموع، نسبه اقل من 1% هم اللي هيطلعوا الجمهوريه. عشان كده بقى قررت ان انا ابدا اشوف واحلل غلطي واشوف وانا بعمل ايه مثلا وزمايلي اللي جابوا درجه بيعملوا ايه، لحد ما اكتشفت اول غلطه كنت بعمله اني كنت عايز اجمع معلومات كتير قوي، فجبت مصادر كتير في كل ماده وبدات اذاكر منها. عشان كده ما جمعتش ودخلت الامتحان مش فاكر ولا معلومه منها. ودي بقى اول حاجه انت لازم تعملها، وهي انك تثبت مصدر المذاكره. ولو انت عايز تزود عليه فهات المعلومات الزياده من المصادر الثانيه وابدا اكتبها، يا اما في المصدر اللي انت بتذاكر منه مثلا على الهوامش، او انك تجيب كشكول خارجي اصلا خالص وتخلي الكشكول ده بتاع الزيادات في المنهج. وبالرغم من ان درجاتي فعلا الحمد لله ابتدت تعلى شويه، لكن في الفيزياء درجاتي كانت لسه زي الزفت. ده لاني فضلت اول شهر كامل مكمل مع مستر انا مش فاهم منه كلمه. وده الحقيقه ما كانش كسل
اسهل مني والله، لكن لان المدرس ده كان حرفيا اشهر واحد عندنا والطلبه بتقول فيه بص اشعار، فاللي هو لو انا مش فاهم يبقى اكيد المشكله عندي انا. بس انا بصراحه قررت ما اسمعش الهري ده، وبدات الف على كل مدرسين الفيزياء في الزقازيق لحد ما وصلت لواحد ولا مشهور ولا في حد يعرفه اصلا، بس ساعدني اجيب 58 من 60. وهي دي بقى كانت تاني غلطه فعليا او تاني حاجه الاوائل بيعملوها ومش بيقولوها لحد، هو ان عادي جدا انك تاخد مع مدرس مش معروف طالما انت بتفهم منه وبتعرف تحل وراه. ولو مش مصدقني فانت مش فتحت اي لقاءات من اللقاءات الاوائل اللي اتكلموا فيها على المدرسين اللي كانوا بياخدوا معاهم، هتلاقيهم يا اما في ماده واحده على الاقل، يعني يا اما ماده او اكتر من كده، بس على الاقل هتلاقي ماده واحده بياخدوا فيها مع مدرس مش مشهور خالص. بس لو فاكر ان اللي انا قلته لحد دلوقتي كفايه انه يخليك من الاوائل، فللاسف انت غلطان. ده لاني بعد ما عملت كل ده جيت على نهايه شهر 10 كنت خلاص هستسلم، اللي هو خلاص يا جدعان بجد حرفيا انا مش مستحمل ضغط الثالثه الثانوي تاني خالص، واللي هو خلاص زي ما تيجي تيجي. قلت لاهلي خلاص انا مش نازل الدروس تاني، لدرجه ان فعلا دي خلاص بقى اللي هو كانت هتكون النهايه، لغايه ما ظهر شخص غير كل حاجه. هو كان شخص من دفعه 2020 دخل كليه الطب، وهو اللي عرفني السر الثالث، هو ان الدفعه كلها هتقابل صعوبات، بس اللي بيفرق الاوائل فعلا عن الباقي هو انهم بيواجهوها عشان يحلوها، سواء بقى كانت صعوبه ماده او مدرس مش فاهمين منه حاجه او بيئه مش صالحه للمذاكره. وزي ما كان في شخص لقيته قدر يساعدني الحمد لله، فانا قررت انا كمان اساعدك، وهسيب لك لينك قناه التليجرام اللي هكون فيها باذن الله في اول شهر 9 هنعمل لايف نجاوب فيه على اي سؤال واقف مع اي حد هيكون موجود في اللايف ده. اعتقد انك هتكون موجود في القناه عشان باذن الله تحضر معانا اللايف. والثلاث اسرار اللي انا قلت لك عليهم لحد دلوقتي دول بفضل الله دخلوني طب بشري، بس الحقيقه بقى ان انا لو كنت طبقت السر الرابع اللي انا جاي اقول لك عليه ده كان زمان طلعت من اوائل الجمهوريه. دلوقتي بقى نقدر نقول يا ترى ايه هو السر اللي بسببه ما قدرتش اطلع من اوائل الجمهوريه. الحقيقه بقى ان السر ده انا عرفته من النتيجه، وقتها كان خلاص عرفت ان الاوائل ظهروا، وانا بقى كنت قمه الحزن اللي هو هدف انا حطيته طول السنه يا ربي، ومنعت نفسي من متع الدنيا اللي هو يا راجل حتى التراويح ما صليتهاش في رمضان اقسم بالله. للاسف ما قدرتش احقق الهدف اللي انا كنت حاطه، بس الحمد لله قدرت ان انا ادخل طب بشري وحكومي كمان. بس بعدها بقى قررت ان انا ابدا ادور واشوف واسمع كل الاوائل اللي كانوا في سنتي، وابدا اشوف هم الناس دي عملت ايه، يعني اللي هو ايه اللي انتوا عملتوه انا ما عملتهوش فبسببه انا ما طلعش من الاول معاكم. اكتشفت فعلا سر انا ما التزمتش بيه هم عملوه، والسر ده بقى عباره عن روتين زائد نظام. انا اعرفك في الفيديو ده نظام، بس الروتين عشان طويل جدا فهعرفه الفيديو الجاي، فتاكد انك مشترك عشان يوصل لك. اما بقى بالنسبه للنظام فهو على قد ما هو بسيط جدا، لكن صعوبته في انك تقدر تلتزم بيه طول السنه، وببساطه انك تفهم المحتوى العلمي كويس جدا، بس الاهم منه هو انك لازم تكون حلل مصدرين في كل ماده وتكون مخلصهم قبل المراجعه النهائيه. يعني طول السنه بتاعتك تكون شفت افكار كتابين مش في ماده واحده بس، لا ده انت مطلوب منك تعمل كده في كل المواد اللي عندك. تقول لي يا زياد يعني انت فعلا ما حللتش مصدرين طول السنه؟ اقول لك بصراحه في حاجات حليت فيها مصدرين وثلاثه، يمكن الكيمياء كنت شفت فيها 5 مصادر مثلا حاجه، بس الاحياء ما كنتش اتقنت مصدرين، يعني كنت اللي هو بحل في كتب كتير لان المستر بتاعنا كان نظامه كده اصلا، بس في نفس الوقت ما كنتش بحل متقن الموضوع. وانا بصراحه كنت اتغريت في الاحياء بعد ما قفلت تاني امتحان مثلا، كنت الوحيد اللي قفلته في المجموعه، فاللي هو قعدت بقى خلاص اللي هو احياء في جيبي، فبقيت بحل من كتب كتير، بس انا من دماغي مش مركز انا بحل ازاي ولا بفكر ازاي عشان احل صح. بالرغم من انك عرفت الاسرار، بس لو فاكر انك هتعرف تطبقها بسهوله فانت غلطان، لان في غلطات كتير كل الطلبه بتقع فيها كل سنه، فاتمنى انك ما تقعش فيها لاني عملت لك فيديو كامل بيحذرك منه. المفروض هيظهر الشاشه قدامك دلوقتي. بسم الله ما شاء الله عدد المشتركين لما خلصت تصوير الفيديو اللي هو كان قاعد يعني 6-7 ساعات ولا حاجه بقى بالظبط 81,169، يعني تقريبا زدنا 110 مشترك. مشاهده سعيده.